نبي نسألك وش العبارة احتفل بهدوء فنحن مراقبون، ايش قصدك فيها؟ احتفلوا بعيدوا. إيه. هذه كلمة مشهورة يعني اشتهرت عند الشباب. ايوه انا بس احنا نبي نعرف وش الكلمة هذه مضمونها يعني. مقصدها يعني إيه. احتفلوا بعيدوا فنحن مراقبون، يعني مراقبين من كل النواحي. أها. مراقبين من الناس، مراقبين من الحكومة. طيب يعني الحين انت الان جاي في مواقع الان في التفحيط والتجمع، وش استفدت صراحة؟ والله نضيع وقت مثل ما تقول. تضيع وقت وتخالف الأنظمة. الآن شوف الآن وقفوك الحين وتخالف الأنظمة، هل الآن لو سألت مثلا أمك وأبوك زين راضين على الشغلة هذه؟ لا والله مو براضي. صعب. طيب احنا نبغاك عضو فعال إن شاء الله في المجتمع وتخدم دينك وتخدم وطنك. ان شاء الله ابشر والله باذن الله ان شاء الله. بس يعني هذا الآن تقول عبارة يعني إنها منتشرة بين الشباب ها؟ الشباب إيه. يعني الآن نروح سيارة ثانية نلقاها بعد نفس الكلام؟ والله ممكن تحصل في كذا سيارة يكتبونها. طيب يعطيك العافية، الله شكرا. يعافيك ان شاء الله. أنا بسألك الحين وش الحركة اللي أنتم مسوينها الحين هذه؟ قلبتوا صدام أو زي كذا؟ والله بعد صدمة وانكسر الصدام وطلعته لانه مشوه شو اسمه الموتر. طيب أنا شايف بس ما أدري كانوا يقولون فيه يعني قلب صدام أو زي كذا يعني. لا ماني من الامور هذه ابد. طيب والنجمة اللي قدام يقولون في نجمة؟ تاج. تاج ها؟ خلينا نشوف التاج، تعال معنا خلينا نشوف التاج. انا بس ودي تشرح لي يعني التاج التاج اللي هنا ها؟ هذا هو طيب التاج. التاج هذا الحين يعني الان طايحين يعني في حركات شباب ايه. الحين. هذا طحنا معهم، هذا تزيين الموتر. تزيين موتر. حلو. تاج ها؟ طيب يعني وش اللي خلاك تجي مواقع التفحيط ومواقع التجمع؟ والله ما ادري ان هذا موقع تفحيط اول واحد، وثاني شيء جيت للشارع يا طمر السلام ولقيت اخويا موجودين وراجع البيت. طيب كيف تعرفون الان كيف يعني اشتهر بينكم مواقع التفحيط؟ هل انتم يعني لكم تستخدموا مواقع التواصل؟ والله اشوف في سناب شات يوجهون وكذا. يعني ماني من حقين توجيهات. يعني مواقع التواصل يعني خدمتكم ها؟ اوف اكمل وجه. طيب يعطيك العافيه، احنا نتمنى لك ان شاء الله تكون عضو فعال ان شاء الله في المجتمع باذن الله، تخدم دينك وتخدم ان شاء الله باذن الله على خير. يعطيك العافيه. امين. شباب يعطيكم العافيه. الله يعافيك. دربويه ولا؟ لا ما احنا دربي. جد والله. هو الصراحه ما احنا بدربويه. نص دربويه يعني ولا؟ لا ما لنا في ذي الامور ابد. طيب انا شايفكم مظللين وطيحين السياره وزي كذا وجايين في موقع من مواقع التفحيط، يعني هل انتم الان تشوفون هذا صح؟ والله غير صحيح التفحيط والدربويه غير صحيح هذا الشيء. والله ما بكذب عليك ان احنا جايين من خط سفر. ايوه عرفت ومرينا من ذا الموقع بننزل 1 مليون وبنروح البيت. عادي مسكين. بالنسبه للتنزيل التنزيل طال عمرك هذه علشان تمشي في الخط، ما عشان تفحيط ما تفحيط. تمشي في الخط كم يعني؟ عشان يعني تكون اخف في الخط. يعني كم 120؟ اي تقدر تقول ولا 100 120 130 عشان تكون خفيف يعني. خاف انها لا تكون 200 ولا شيء. لا ما هي بحول ال 200. طيب بس انا اشوفكم مخالفين النظام مظللين يا شباب والله يا اخوك التضليل انت خابر عشان الشمس ما شمس وصيام وتعب. طيب احنا يا شباب نتمنى لكم التوفيق زين، وان شاء الله يا شباب انكم تتبعوا الانظمه ما تخالفون فيها ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله امين. طيب علق لي على زين وش المقصد فيها كذا الحركه دائما انتم تحبون؟ هذه الحركه طال عمرك تنزيل علشان يفحطون الدربويه. الله لا يبلانا، لكن احنا ما احنا بدربويه. بس انت يا اخي زين سويت زي حركاتهم والحين نزلت وماك شماغته وماكم واحد مخيكم ابو شعر والله انا قلت لك طال عمرك احنا ما احنا بمنهم الحمد لله، ربي بلاهم بس ما بلانا الحمد لله. وهذا عشان تمشي في الخط بس. عشان تسرع. اي عشان نمشي 120. اي ولا هي لا 120. شوف الصراحه والله صدق الصراحه هي منظرها من الوكاله مرتفع وجهها مره بزياده. فانت لازم تنزلها يا اخي يصير احسن شكلا. طبعا هذه جهود رجال الامن بنقاط التفتيش طبعا اللي كما تشمل في هذه المواقع الذي يظهر فيها تجمهر بعض السيارات او حضور بعض عدد من السيارات. تشاهدون الان جهود رجال الامن في عمليه افراز الحضور وايضا كذلك السؤال عن الاثباتات. طبعا الان احد رجال الامن يطلب الاثبات من احد المواطنين. طبعا هو الان كما تشاهدون الان في عمليه التضليل السياره كما كان يعني مخالف للانظمه.
كما تشاهدون يعني الآن هذه أيضا عملية التضليل وهي مخالفة للأنظمة. طبعا الآن يتم استوقاف السائق على جنب وإزالة التضليل. أيضا كما نشاهد أيضا كذلك طلب الإثبات وأيضا كذلك الفحص على المركبات التي كانت تضليلها لم يكن حسب النظام. بذلك يتم الآن إيقاف جميع السيارات الآن على بجانب الطريق وإزالة جميع ما يتم به من تضليل المخالف للأنظمة. الآن كما تشاهدون يعني طلب الآن الإثبات الخاص بالمواطن. خلونا نشوف طبعا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يبدو استوقفك وانت يعني كان في مخالفة في التضليل. الله ايه. طيب تعدنا ان شاء الله انك تسجيل التضليل باذن الله. باذن الله راح اشيلها ايه، بس لا يجيني مخالفه بس. ان شاء الله. قبل ما اشيلها بس ما تجيني مخالفه. ان شاء الله ابدا باذن الله تعالى. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك حبيب قلبي. شكرا لك.